مبدئيا كده عايز اقول ان انا مبسوط جدا ان المسلسل ده تم احيائه من تاني، لان ساعه لما نزل كان في كاتش فريزز وافيهات بقولها محدش بياخد باله منها. المشكله الاكبر اني كنت بقولها بالاداء بتاع رفاعي الدسوقي، فالموضوع كان بيبقى محرج جدا. المهم قبل ما نتكلم عن المسلسل خلينا نتكلم عن مخرج المسلسل وهو محمد سامي. انا كشخص مقتنع تمام الاقتناع ان محمد سامي مخرج على قده قوي، بس عنده حاجه هو متميز فيها جدا، وهي انه بيعرف يعمل كليف هانجر او يقفل الحلقه بشكل مشوق، وده بيخليك تكمل المسلسل حتى لو هو أسوأ ما يكون، زي مسلسل نسل الأغراب مثلا. فأنا بصنفه كمخرج صايع أكتر من إنه مخرج شاطر. المهم خليني ما أطولش عليك وخلينا نبدأ الكلام عن المسلسل. من بداية المسلسل بيوضح ان في النيابة عشان اخوه يبقى رفاعي الدسوقي، وده برغم من ان رفاعي كان مكلم طوب الارض عليه. تيجي البنت اللي ناصر حاطط عينه عليها علشان تزوره في البيت، تاني متقدم لها. المهم بعدها بتتجلى تاني انانية ناصر، لانه برغم من انه عارف ان في واحدة بتحبه بيروح يقول لها ان هو رايح يخطب وان هو ما بيحبهاش، من غير بقى ما يخاف على مشاعرها او غيره. وبيروح ناصر لاهل تمارا، ومن كتر ما بيبقى مستعار من بيئته واهله واخوه ما بياخدش اي حد معاه. والمشكلة ان برضه بيروح وبيترفض وبيتقل منه. طيب ما كنت خدته معاك وخلاص، ليه وجع الدماغ والنوش ده؟ وعلى الجانب الاخر بيوضح ان رفاعي مشي في الطريق ده غصب عنه، وده لانه اتجه له بعد ما ابوه مات وبقى مضطر ان هو يشيل مسؤوليه اسره كامله وهو لسه عيل صغير. طبعا اللي عمله ده مش اكتر حاجه صح في الدنيا، بس بنعرف ان هو مش بخاطره يعني، لان لغايه دلوقتي كل اللي بيطلعه 30 40 الف جنيه في الشهر، ما كونش ثروه يعني، هو اللي جاي على قد اللي رايح. هو بيشتغل عشان يعيش مش عشان يكبر، وده برضه بيبين جانب من جدعنه رفاعي وانه شايل المسؤوليه وان العيله بالنسبه له هي كل حاجه. المهم بيتقبض على رفاعي وبيبدا بيف بينه وبين المعاون الجديد، وده حصل لما حب يعمل عليه نمره فنزل وخده من وسط الحته، ودي حاجه بالنسبه لكبير منطقه كبيره قوي في حقه. ولو انت ما تعرفش ففعلا ده ما بيحصلش وما ينفعش يحصل في الحقيقه. طب ليه؟ عشان اولا كبير المنطقه ده بيمشي الدنيا مع الحكومه بالحب، يعني لو عايزوا يمسكوا حد شمال من المنطقه بيسهل لهم الموضوع. غير كده لان الحكومه ما بتعرفش تخش المناطق الشعبيه خصوصا زخانقها، وده مش عشان هي عويله او غلبانه فيهم، لا، بس لانها لو دخلت في منطقه شعبيه والدنيا كانت دايره عراك ممكن تقوم حرب اهليه في المنطقه دي، وهيقع فيها كتير من الناحيتين، وياما حصلت يعني. المهم ناصر بيخلص من فتره التمرد على الاسره دي وبيقف مع اخوه بيخرجه من الاسم، ورفاعي بيبان ان هو بيرقد للمعاون الجديد عشان اللقطه اللي عملها معاه. ومش هو لوحده، لا، ده بيروح وبيعلم على عصام النمر عشان كان المرشد بتاعه، وحوار المرشدين ده برضه معروف جدا في المناطق الشعبيه، والمشكله ان كلهم بيبقوا معروفين بالاسم وفي الاسم، فما بفهمش بصراحه فين الخدعه والمهاره في الموضوع. المهم بعد اللي عمله رفاعي في المنطقه ناصر بيتمرد تاني وبيعوز يسافر ليبيا، وساعتها بيقف قدام رفاعي وبيسمعه الكلام، فرفاعي بيرزعه قلم خدامين وبيطرده بره، وبيبان تاني جزء من شخصيه رفاعي، وهي انه ما يقبلش ان اي حد يقل منه حتى لو اقرب الناس ليه. وكمان هو قسي على ناصر لما حس ان هو اتنمرد بس مش اكتر، واكبر دليل على كده ان لما ناصر رجع رفاعي اعتمد كأن ما حصلش حاجه. ده غير ان رفاعي راح وجبر بخاطر امين على اللي حصل لاخوه، وده بيبين جزء من شخصيه رفاعي وهي انه حنين برضه، بس الحته الطريقه دي ما بتطلعش غير اللي ليه، وده برضه حقيقي. اغلب الناس اللي زي رفاعي بيبقوا اتساقوا في السكه دي غصب عنهم مش برضاهم، وعشان كده تلاقي اصحاب السوق بالرغم ان هم اصحاب سوق بيبقوا جدعان ويفهموا في الاصول، برغم من ان هم ماشيين غلط، وده عشان بيبقوا قاعدوا كتير في الشارع والشارع بيعلم، وعشان الشارع قد ما بيعلم قد ما بيقسي لما بيلاقوا حد كويس معاهم او على الاقل ما بيعملهمش ان هم طفيليات بيستجدعوا معاه. وانا مع ان اللي غلط او مشي شمال يتسجن وياخد عقوبته، بس وهم بياخدوا عقوبتهم نهتم باعاده تاهيلهم، ما نبقاش بننتقم منهم وخلاص. المهم رفاعي المرشدين بيغدروا بيه، بس المره دي مش للحكومه لكن للراجل اللي شغال معاه، فبيطيره وبيموت رفاعي. وبعده بيتسجن ناصر وعمه، والدنيا بتغمق اكتر واكتر، وبتبتدي بقى عيله النمر تشم نفسها شويه، وبقى في الرايحه والجايه يقلوا من حريم بيت الدسوقي، وكمان عصام بيضحك عليهم وبياخد منهم الورشه، وكأن ان كل الحريم اغبياء. ومش عارف بصراحه الفيمينيستات سكتوا على كده ازاي، المعارك الامنه الهطله دي المفروض ان هم متخصصين فيها يعني. المهم الحال بيسوق بيهم لدرجه ان هم ما بيبقوش لاقيين ياكلوا، ودي اكتر حاجه بتثبت ان الطريق اللي مشي فيه رفاعي ما كانش بكيفه، لانه بمجرد ما مات كل حاجه راحت، ويقول لك برضه ان الحرام مهما طال ما بيدومش. المهم ناصر بيعمل استئناف وبيخرج هو وعمه وخاله من السجن، ومن هنا بتبدا فتره جديده وهي فتره ناصر الدسوقي. وانا متاكد ان الخط بتاع ناصر بعد ما خرج من السجن جه للمؤلف من مقوله احمد زكي في البيضه والحجر، وهي ويل للعالم اذا انحرف المتعلمون، وبيعبر عن الانقلاب اللي حصل في شخصيه ناصر ده، انه لاول مره بيشرب سجاير، وكمان ان اللوك بتاعه بيكون فيه شبه كبير من لوك رفاعي الدسوقي، وكأن خلف الساحر جنيا فقف السحر اباه. وبيروح ناصر عشان ياخد الحمايه من المعاون عشان يخلص على عصام النمر وياخد بطار اخوه، اتفق مع الدكتور انه يخلص على عزامه اللي هو الراس الكبيره، لكن بيحصل حاجه بتكسر ناصر، وهي انه بيتسرب لمراته صور مش تمام في المنطقه. بنعرف ان مرسي صاحب السنترال هو اللي عمل كده، وساعتها ناصر بيرقد له هو كمان وبيستنى الوقت المناسب، وده لانه بينشغل ان هو يقفل قصه عصام النمر، وفعلا بيعمل كده وبيموته. وبعدها بقى بيفوق لمرسي وبينزل يحط عليه في المنطقه كلها، وكمان يلبسه قميص نوم في وسط الشارع، وبينتقل ناصر لمرحله اعلى بعد الانتقام، ابتدي يشتغل في السلاح برضه بس على كبير، مصنع جديد وعماله اكتر ومكان اجدد، وبيبتدي يبني الامباير بتاعته. وهو بيكلم الناس اللي هيشتغلوا عنده بيقول لهم ان هو مش زي رفاعي، واللي هيخونه هيخلص عليه هو وعيلته. وهنا بنعرف ان خلاص ناصر اتحول تماما واستحلى الحرام والفلوس السهله، ومش اللي هي هتعيشه هو واهله زي ما رفاعي كان بيعمل، لا، ده اللي تخليه ملياردير وما بيعديش كتير وبيقابل تمارا تاني، بسبب
بسبب انه اتجوز اخت جوزها، وده عشان يوريها هو بقى ايه دلوقتي. وكأن ناصر كان بيعمل كل ده عشان ما يحسش ان هو قليل في نظر تمارا قبل ما يكون في نظر نفسه حتى. وبتسأله تمارا بنظرة إعجاب انت بقيت كده ازاي؟ فبيبستفها وبيعايرها بجوزها الشمام اللي سابته عشانه، وبيبتدي يحسسها قد ايه ان هي وجوزها قليلين، فبيموله مشروع ب 30 مليون جنيه وهو عارف ان هو خسران خسران. وهنا بيجي المشهد الأشهر وسبب إعادة إحياء المسلسل كله. بغير من مين؟ طارق ميه عشان شرقت. وشاهدة بتعرف ان ناصر اتجوز عليها، فبتروح وبتفضحه قدام اهل مراته. ومن هنا ناصر بيبتدي يخسر كل حاجه. اولا خسر الايمج اللي كان بيبنيها قدام اهل مراته الجديده، ثانيا ابتدى يخسر جزء من حب شهد، بعدها بيخسر صاحبه الوحيد في الشغلانه دي، وده بعد ما عزام ومعاون المباحث بيخلصوا عليه قدامه، وده لان ناصر رفض ان هو يعمل كده. ومن هنا بيبتدي يعادي عزام والاتنين بيرقدوا لبعض. وعلى الناحيه الثانيه تمارا بتروح تتمحلس له، ولانها هي واللي عملته فيه نقطه ضعفه الوحيده بعد اهله، بينهار وبيقول لها كل اللي في قلبه، لدرجه ان هو بيعيط لما بيكلمها وما بيقدرش يمسك نفسه. وبيبان رغم كل اللي حصل ده انه لسه بيحبها. اما عن خط الاسره فاخته بتروح لهم البيت بعد ما امين بيدمدمها، وده لما بتسمع ان هو عايز يخلص على ناصر. فناصر لما بيشوف كده بيسبقه وبيروح هو يخلص عليه. وبالرغم من كل اللي عمله امين لاخت ناصر، اخته المستفزه جدا دي بتبقى لسه بتحبه وبتقرر ان هي تنتقم من اخوها لجوزها. وهنا ناصر بيبقى خسر اول فرد من الاسره وهي اخته. تبتدي بقى تسخن شهد عليه وتقنعها ان هي تمثل ان هي بتخونه، فلما ناصر بيشوفها بيخلص عليها وبيبقى خسر تاني فرد في العيله. وكده كده مرات اخوه خسرها من ساعه ما اتجوزها، فما بقالوش غير امه. والعزام بيغدر بناصر وبيموتها له، وناصر بياخد حقه وقتي وبيخلص عليه. بس موت امه بيكسره قوي اكتر من اي حاجه عدت، فبيقرر ان هو يروح يسلم نفسه وبيتحكم عليه بالاعدام وبيخلص المسلسل على كده. اما عن فقره التساؤلات فخلينا نبداها بليه اغلبنا بيحب رفاعي الدسوقي اكتر من ناصر. اولا لان عكس ما هو واضح ناصر كان غشيم قوي، كان بيخش بدماغه بيغامر زياده عن اللزوم، لكن رفاعي كان عكس كده، وكان عارف يمشي الدنيا ازاي، وكان عارف حجمه برضه، لانه من ناحيه شغله هو عارف ان هو بيتعامل مع عالم غداره وما عندهاش مبدا. وحتى لما جه يتغدر بيه فكان عارف وهارش كل اللي بيحصل. فهتلاقيه قبلها راح لعصام النمر وكلمه مره بالطريقه ومره بالخناق، لكن ناصر كان دايما بيتفاجئ من اللي بيحصل وبيبقى رد فعل، فرد الفعل بيبقى غشيم قوي من غير تفكير حتى، وده لانه محدث على الشغلانه، فبقى بينطح في ناس تقيله قوي، وده كلفه كل اللي بيحبهم في حياته. وللاسف ما فاش غير بعد فوات الاوان. وغير كده زي ما قلنا رفاعي كان حنين وكان عنده الاسره اولى من اي حاجه، لكن ناصر من بعد ما كبر بقى يهمه نفسه وبس، عايز يبقى اغنى ويثبت نفسه قدام تمارا ويقل من طارق، وده بيبان اكتر لما بينقلع من جدره وما بيبقاش بيروح البيت غير كل فين وفين، وحتى كل دخله ليه عليهم بتبقى يا اما بمصيبه يا اما بخراب، لدرجه ان امه بتدعي عليه. اما السؤال التاني والاخير وهو ليه المسلسل نجح جدا كده، اولا المسلسل نجح علشان هو شعبوي قوي، يعني بيعمل اللي الناس عايزاه على طول الخط. يعني الناس مستنيه رفاعي يحط على عصام، تمام، مستنيين ناصر يطلع وينتقم، حاضر، عايزين ناصر ينتقم تاني من تمارا ويبقى اغنى من عيلتها، من عيني. ما بياخدش اي تحديات. تيمة الانتقام او الصعود من الفقر للغنى الاتنين عمرهم ما بيفشلوا، وده لان الناس عايزه تشوف حد لحد ما شبههم بينتصر على الظروف وبينتقم من الشرير، فده بيبنجهم شويه. كمان بصراحه لحد ما المسلسل مكتوب كويس والتمثيل فيه تمام والكاستنج حلو، فما فيهوش موبقات كتير يعني. وبس كده، لحد هنا تكون الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.